صباح الفل على أحلى وأجمل مستمعين عيشها كورة. في حالة بين الفرحة والترقب بيعيشها جمهور النادي الأهلي بعد قرار فسخ التعاقد مع بازيرو. نرجع ونقول فسخ التعاقد مش إقالة كما أعلن أو كما قيل من قبل معظم المواقع ان تم اقالة بازيرو من مجلس محمود طاهر، لكن الصحيح ان بازيرو هو اللي طلب انه يمشي فجأة وقبل مباراة هامة جدا هيلعبها النادي الاهلي مع نادي الاسماعيلي باقل من 48 ساعة. طبعا بعد قرار فسخ التعاقد مع بازيرو، جمهور النادي الاهلي في حالة ما بين الفرحة الكبيرة وفي حالة ما بين الترقب الشديد. فرحة كبيرة برحيل بازيرو وهو عقدة جماهير النادي الأهلي في الفترة الأخيرة نظرا لسوء أداء اللاعبين ونظرا ل مش عايزين نقول سوء النتائج. هو الراجل لعب 12 مباراة، كسب 8 وهزم في مباراتين وتعادل أيضا في مباراتين، لكن من الطبيعي جدا ان النادي الاهلي في ضمن ال8 مباريات اللي كسبهم طبيعي انه يكسب كل الانديه اللي واجهها. مش صعب ان كان يكسب اسوان، ومش صعب ان على النادي الاهلي انه كان يكسب حرس الحدود، ولكنه كان في اداء غير جيد وغير مرضي لجماهير النادي الاهلي كما اعلن في برنامجنا هنا وقلناها في حلقتنا هنا مع تحليل اداء بازيرو مع النادي الاهلي، ان الجمهور غير راضي حتى عن الاداء وحتى عن طريقه الفوز. احنا بنشوف النادي الاهلي بيكسب في كذا مباراه في اخر دقيقه والفوز بيكون بصعوبه شديده. ونقطه مهمه تاني، عدم اشراك اللعيبه الجداد على النادي الاهلي والصفقات الجديده التي لم تشارك بشكل كبير او بشكل نهائي. مع حاله الترقب بقى ان جمهور النادي الاهلي منتظر تعيين اسم مدير فني للنادي الاهلي، و دائما لما بنشوف قرارات مجلس اداره النادي الاهلي بتكون قراراته عكس رغبه الجماهير. تعالوا نروح نشوف نقط مهمه جدا علشان نتوقع او نحسم في اسم المدير الفني القادم للنادي الاهلي. اولا، مين المدرب او مين المدربين المرشحين لقيادة النادي الاهلي في الفترة اللي جاية؟ بالطبع اول لما بنقول مدرب ومرشح للنادي الاهلي بيجي اسم مانويل جوزيه على طول. مانويل جوزيه هو معشوق الجمهور الاحمر. مانويل جوزيه اول اسم بيطرح بلا نقاش على مائدة الحوار او على مائدة الاختيارات. دايما بتحس ان في كيمياء كده بين جوزيه والجمهور، ان جوزيه عايز يرجع النادي الاهلي علشان خاطر بيحب النادي الاهلي وبيحب الكيان وبيحب الجمهور، والجمهور دايما شايف ان جوزيه صاحب اكبر الانجازات في النادي الاهلي، وفي حالة كبيرة جدا من الارتياح بتكون ما بينهم. لكن دايما بتأتي الرياح عكس ما تشتهي السفن. زي ما في تركيبة سحرية بين الجمهور وبين مانويل جوزيه، ايضا في هناك تركيبة سلبية عكسية بين جوزيه مع محمود طاهر. الاتنين رافضين بعض بشكل كامل. يعني مش هنشوف دايما محمود طاهر بيقول اسم جوزيه، وعلى فكرة اسم جوزيه اتفرض بقوة شديدة جدا داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، ولكن محمود طاهر رفضه تماما. محمود طاهر رافض لعودة مانويل جوزيه تماما، وبقولها وعلى مسؤوليتي ومن مصادر جوه النادي الأهلي، رغم ضغط شديد بيترأسه عضو مجلس إدارة محمد عبد الوهاب ومعاه أحمد سعيد نائب رئيس النادي اللي بيطالبوا بعودة جوزيه. لكن نرجع ونقول محمود طاهر رافض عودة جوزيه. وخلينا نتكلم بشكل منطقي أكتر، مانويل جوزيه مش حابب يرجع في وجود مجلس محمود طاهر. فدي حالة من ضمن أو دي حاجة مؤشرة كبيرة جدا إن صعب عودة مانويل جوزيه مع هذا المجلس. نروح لحاجة تانية أو لاسم تاني ومرشح تاني ظهر بعد رحيل بازيرو مباشرة، هو المدرب الفرنسي رينارد، مدرب المنتخب الزامبي، واللي سجله مليء بالإنجازات الإفريقية على مستوى المنتخبات بشكل كبير.
لكن خلينا نتكلم في تفصيلة مهمة في الموضوع دوت، هو ان رينارد ما تمش العرض عليه بشكل مباشر. رينارد من خلال احد الوكلاء تم بالبلدي كده خد رأيه، ايه رأيك تدرب النادي الاهلي، عندك مشكلة لو اجيب لك عرض، او انت ايه رأيك، او انت عايز ايه. على فكرة رينارد فري الفترة ديت ما بيرتبطش باي تعاقد مع اي نادي، فده اللي خلى اسمه يترشح بقوة من خلال احد الوكلاء. فرينارد رد بشكل منطقي جدا، او هو بشكل صريح. الراجل قال انا بفضل التعامل مع منتخبات، لكن ما عنديش مشكلة اني ادرب النادي الاهلي في الفترة دي، لكن مع وصول عرض رسمي. ده بيأكد ان مفيش عرض رسمي وصل لرينارد خالص، وان كان الموضوع مجرد ايه رأيك، ومفيش اكتر من كده. يعني ببساطة ما تمش العرض عليه بشكل رسمي، وهو مش هيتعامل مع موضوع غير بشكل رسمي. نروح بقى للمرشح الثالث وهو الأقرب، زي ما انفرضنا على صفحتنا من خلال الفيسبوك، صفحة عيشها كورة، هو المصري حسام البدري. حسام البدري هو خليفة جوزيه، وهو اللي اتولى بعد مانويل جوزيه مباشرة. حسام البدري ليه بقى هو الأقرب؟ أقول لكم أنا. تعالوا نروح لكل المؤشرات اللي بتؤكد أو بتقرب حسام البدري بشدة من تدريب النادي الأهلي. أولا لو نرجع كده لورا شوية، حسام البدري بعد رحيل فتحي مبروك كان هو الأقرب لقيادة النادي الأهلي، ولولا إنه هو كان بيدرب المنتخب الأولمبي وتم العرض عليه رسميا بتدريب النادي الأهلي، وكان في كلام ما بينه وما بين النادي الأهلي، وشرح الأمر رئيس الاتحاد وقتها، او رئيس الاتحاد الحالي هو جمال علام، ولكن رفض جمال علام نظرا لضيق الوقت قبل تصفيات المباريات المؤهله الى الاولمبياد في السنغال، وقال له ما فيش وقت ان نجيب مدرب تاني. وفي الحاله ديت رفض، يعني تم عدم الاستعانه بحسام البدري لانشغاله او لارتباطه مع المنتخب الاولمبي. دي اول حاجة وتأكد انه حسام البدري في بال او في حسابات المجلس الحالي او مجلس محمود طاهر انه يمسك الفريق. دي اول نقطة. نروح لنقطة تانية. حسام البدري كان عنده عرض من ادارة نادي انبي لقيادة نادي انبي خلفا للمدرب السابق هاني رمزي. حسام البدري كان بقاله اكتر من اسبوع او 10 ايام، لان نادي انبي لعب مباراتين بعدها، فكان خلال الفترة دي في عرض جاد جدا من نادي انبي انه يمسك الادارة الفنية، لكن في الاخير رفض حسام البدري العرض الجاد جدا من ادارة نادي انبي بدون اسباب، او قدامنا ما كانش باين اي حاجة، وتم اسناد المهمة للمدرب حمادة صدقي. ثالث حاجة، اللاعب محمد حمدي زكي لاعب النادي الاهلي اللي تم اعارته لنادي سموحة النهاردة، وكان المفروض ان النادي سموحة ايده او تم استبداله باللاعب خالد قمر اللي اصيب بقطع في الرباط الصليبي، وكان خلاص حمدي زكي تم ان هو مضى خلاص بشكل رسمي مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة. من شوية حسام البدري كلم فرج عامر علشان يلغوا التفاوض او يلغوا التعاقد مع حمدي زكي، ويتم اعادة حمدي زكي مرة اخرى الى النادي الاهلي من خلال الكابتن حسام البدري. معنى ان حسام البدري هو اللي يتم التفاوض بهذا الشكل مع رئيس نادي سموحة، فده بيؤكد بشكل كبير ان حسام البدري على علم او على اتفاق مع مجلس ادارة النادي الاهلي انه يتم اسناد التدريب النادي الاهلي ليه في الفترة اللي جاية، ومفيش حد هيتفاوض بالشكل دوت الا لما يكون مالي ايده من تدريب النادي الاهلي. طبعا هيتم الاعلان اكيد في خلال 24 ساعة من دلوقتي او ممكن الصبح. المهم ان اللي هيمسك النادي الاهلي
ايا كان هو مين، وزي ما احنا بنتوقع وزي ما احنا ما بننفرد دايما ان هيتم الاعلان بشكل رسمي في خلال هذا الوقت، وهيتم الاسناد المهمة او هيتم التدريب بعد مباراتين الاسماعيلي والاتحاد السكندري الهامين جدا بالنسبة للنادي الاهلي الفترة اللي جاية لاستعادة صدارة الدوري المصري. وهيتم في خلال الفترة دي تدريب الفريق من خلال الكابتن زيزو في المباراتين دول، وبعد كده هيكون الاسم المدير الفني قد تم الإعلان عنه وهو اللي هيمسك النادي الأهلي. هيكون معانا التفاصيل بتاعة التعاقد حصريا أو إن شاء الله بنسبة مؤكدة على صفحتنا على الفيسبوك عيشها كورة. هتلاقي اللينك بتاع الصفحة تحت الفيديو سواء على اليوتيوب أو على ساوند كلاود، هتلاقي اللينك بتاع صفحتنا ممكن تدخل عليه، وإن شاء الله في أقرب وقت هنقدر ننزل لك تفاصيل التعاقد واسم المدرب على طول. عايزين بقى نروح لنقطة أخيرة هي رحيل باسيرو. نشرح بشكل سريع ازاي الراجل مشي من النادي الأهلي. النهاردة باسيرو كان بيعزي والد أحمد عبد الظاهر، النهاردة كان قاعد مع مجلس إدارة النادي الأهلي، النهاردة كان بيمرن الفريق بنفسه، ما كانش فيه أي كلام إن هو عنده النية إن هو يمشي. لكن غالبا في خلال ال5 ساعات الأخيرة دي جاله العرض من نادي بورتو البرتغالي. هو كان قال لمجلس إدارة النادي إن هو جاي له عرض أوروبي من أكبر 10 أندية في أوروبا. هو أي نعم الكلمة مبالغة شوية، لكن هو اللي جاله بالظبط نادي بورتو البرتغالي. نادي بورتو هناك من أكبر وأهم الأندية، زي نادي الأهلي في مصر زي نادي الزمالك في مصر، نادي كبير ونادي ليه سمعته وبيمر بسوء نتائج، وجابوا باسيرو. من الأسباب اللي شرحها باسيرو ده هيتم الإعلان في خلال وقت قريب جدا من خلال باسيرو ووكيله على ملابسات الموضوع وشرحهم للموضوع. هنقول لكم ايه اللي هيتم الاعلان عنه او ايه اللي هو هيقوله. اولا باسيرو بيقول انه مشي من النادي الاهلي بسبب انتقاده بشكل دائم من قبل الاعلام ومن قبل الجماهير، وانه حتى من قبل ما يمسك النادي الاهلي بيتم انتقاده ونقده، وفي مؤتمراته او في دايما مؤتمراته الصحفيه بيزعل جدا لما حد بيكلمه في موضوع التشكيل وفي موضوع ليه لعيبه بتلعب وليه لعيبه ما بتلعبش. وده اللي قاله بالظبط لمحمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. الغريب او المفارقه في الموضوع ايه؟ بمجرد ان صفحه الرسميه لنادي بورتو البرتغالي اعلنت عن التعاقد مع باسيرو، تم الهجوم من قبل مشجعين النادي على الصفحة الرسمية لباسيرو ووصفوه بالفاشل. نقولها تاني، بعد الإعلان عن التعاقد مع باسيرو على الصفحة الرسمية لنادي بورتو البرتغالي تم الهجوم على إدارة النادي ورفضوا باسيرو ووصفوه بالفاشل. أعتقد مفيش كلام أكتر من كده. أنت هربت من نقد هتروح تلاقي نقد. مفيش مدرب بيدرب نادي كبير ما بيتحملش أو ما بيتقبلش النقد في أي مكان، حتى لو كان نقد بشكل دائم ومستمر. وأديك سبت النادي الأهلي بنقده، ولكن أسعدت جماهيره، وهتروح لنادي بورتو وهتقابل نفس المشكلة، وهنشوف أو هتشوف أنت هتمشي مع الموضوع ده إزاي. بكده نكون قدرنا نوصل لكم أو نشرح لكم كل تفاصيل رحيل باسيرو والتعاقد مع مدرب جديد أو اسم المدير الفني الجديد، واللي احنا رشحنا أو اللي احنا توقعنا بشكل قوي هيكون الكابتن حسام البدري. ومرة تانية بقول إن شاء الله انتظروا تفاصيل التعاقد أو اسم المدير الفني على صفحتنا على الفيسبوك عيشها كورة. إلى اللقاء في حلقة قادمة. كنتم مع محمد إبراهيم وعيشها كورة.